السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنتكلم عن لعبة فالورنت. طبعا لو انت اول مرة تشوفني، واكيد اول مرة تشوفني، فالقناة دي هناخد فيها لعبة فالورنت او اي العاب تانية بعد ما نخلص فالورنت من الصفر، يعني from zero to hero. ازاي؟ الفكرة او الهدف ان احنا نبدأ من ليفل واحد لحد ليفل 100. انا دلوقتي في ليفل 34، فهقول لك ملخص تجربتي ليفل 34 وبقالي حوالي شهر بلعب. فافضل مكان تروح فيه او افضل حاجة تعملها عموما هي انك تروح الرينج او ميدان الرماية، سميه اللي تسميه. فدلوقتي عشان افضل مكان تمارس فيه انك بتلعب وكده، انك تيجي على البراكتس هنا وتروح الرينج وتخش. طبعا هنتكلم النهاردة ازاي نظبط الايم، ازاي تظبط ايمك. طبعا معلش يعني اعذروني لان هيبقى فيه لاج كبير، فلايك واشتراك ودعم كده سريع علشان نعرف نجيب الرامات في اقرب وقت ممكن. عايزين نزود الرامات. طبعا انا بلعب بتشامب الشخصية، وخليك على فينيكس يعني. تشتري فاندال My ult is ready. زي كده. معلش يعني اللاج، سامحوني انا اسف. بص يا السياد، انت هتروح تبيك الزاوية دي كده. Here. حلو. المفروض دلوقتي ان في واحد ورا هنا، واحد واقف هنا. Here. تمام الكلام. واحد واقف هنا وانت عايز تبيك الزاوية، يعني عايز ايه تخش عليه. هتمشي كده بالكروس هير بتاعتك وانت ضاغط دبليو. حلو. المفروض الكروس هير تفضل ثابتة كده. طيب افرض وانت داخل لقيت الكروس هير بتاعتك هنا Here. في المكان ده، Here. معنى ايه؟ قلل الحساسية. طيب الكروس Here. هير هنا، يعني انت ماشي كده بعيد خالص عن الزاوية، فمعناه زود الحساسية. طيب لو ماشي كده، لا قلل الحساسية. فاهم قصدي؟ هنا تعمل ايه؟ هنا تعمل ايه؟ تقلل. هنا تعمل ايه؟ تزود. تقلل تزود. طيب دلوقتي هنيجي على هنا التمرين. تأكد ان انت عامله ايزي، وهتيجي هنا تضغط ركز. حلو الكلام. طيب هنعمل ايه هنا بقى؟ هتمشي بس كده تقيم او تحاول تثبت دقيقة معلش. طيب بص، يعني ايه، انا مش عارف اظبطها كويس جدا، فهتمشي كده فاهم. يعني الهدف ان انت تبقى ماشي والكروس هير بتاعتك ثابته. انا مش عارف اعملها بسبب اللاج الرهيب اللي عندي، مانيش عارف اظبطها خالص. حلو. بس انت تمشي كده، انت مش تكون بتسجل الشاشه، يعني هتبقى حلوه معاك وهتثبت. بس ما ايه، حرك بس كده، اتحرك سنه، اتحرك سنه، حط على الراس سنه كده 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 كده. طبعا انا نسيت اعمل حاجه مهمه، انت غالبا مش شايف الكروس هير، او حتى لو شايفها عايزين نغير الكروس هير دقيقة. طبعا لو عايز تغيرها انا هنزل فيديو شوت بستعرض فيه الكروس هير اللي عندي كلها. عايزين حاجة اكبر سنة اهي. الكروس هير اللي عندي كلها وازاي تغيرها. حلو. هنزل فيديو وانت تحدد. حلو كده. تحط بس ايه على الراس كده، على الراس، على الراس، على الراس. وبعدين كده بقى ايه، تبدأ تضغط يعني. دي كده عشان تظبط ايمك وتخليه على الراس. ما علينا. دلوقتي تيجي تمسك الفندان كمان مرة، هتبص هنا Here. وهنا. Here. هتعمل ايه؟ تطلع. لو خدت بالك انا عندي الطلق بيجي هنا وهنا، شايف يعني؟ تقدر تقول ان هو حوالين بعض، لكن انت هتيجي تجرب هتلاقي الطلقة مرة هنا ومرة هنا وهنا. النقطتين الاساسيين مرة هنا ومرة هنا، هيبقى شكلها وحش. فانت تفضل ايه، تتعود كده. لحد ما تصغر النقطة وتبقى كده كده. حلو.
كده بقى بتضرب، تتحرك سن في نفس المكان كده. طبعا وانت المفروض تكون عارف ان انت مستحيل وما ينفعش ابدا انك تضرب وانت واقف في نفس يعني وانت بتتحرك. يعني مثلا اهو بص انا فاتح اهو، مفيش رصاص جه في الراس على الرغم ان الكروس هير كان على الراس. ماشي، مفيش اي رصاص جت على الراس. لازم تكون ثابت. طبعا معلش كده زي ما انت شايف. بعد كده تيجي بقى تضغط هنا، تضغط F2 وهتختار جيت. طبعا هتسألني اشمعنى جيت الشخصية دي، هوريك دلوقتي. الشخصية دي عندها قدرات انها بترمي لازم اسف السكين دي. حلو، السكين دي المميز فيها هي الحساسية بتاعتها عالية. يعني ايه، لازم تكون في الباضي بالظبط، يعني يمين شمال شوية مش هتيجي. وتيجي ستارت، اسف معلش اسف، لا وتيجي ستارت. بعد كده وتبدأ ايه طبعا هتلاقي الكروسير بتاعتك بتروح هنا كده، بتروح بعيد شوية بعيد عن الراس. محتاج تعمل ايه، تقلل الحساسية كده، تقلل الحساسية. طيب فرضا انها ما بتوصلش لا دي خالص ماشي ما بتوصلش كده مثلا، لا كده تزود الحساسية. طب هتزودها ازاي؟ اهو صعب الموضوع ليه؟ زود نقص هنا عشان تزود 1/10، هنا تنقص 1/10، هنا 1 كامل. هنا نفس النظام، زود 1/10، هنا 1 كامل. بس يعني ملهاش حوار. فانا من الناس بلعب بتشامبر بس مش عارف العب هلاك دلوقتي. ف هنحاول F2 They are so dead. لا مش دلوقتي، مش مهم. ما نجيب الرمات كلها ان شاء الله 30 يوم، نجيب الرمات باذن الله. بس انتوا اللايك الفظيع بتاعكم بس، يعني ده اهم حاجه. ولو بقى عايز تغير الكروس هير زي ما قلت لك سيب لي تعليق على اساس انت عايز تغير الكروس هير، وانا هنزل فيديو شورت بحدد فيه الكروس هير اللي عندي كلها وهحطها في تعليق مثبت بالارقام. طبعا زي ما انت شايف هنا عندك 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 في 5 1 و5 2. هنزل الارقام وكل رقم جنبه الصورة بتاعته من هنا، يعني 1 اهي، 2 اهي، 3 اهي، 4 اهي، وانت تختار عايز 1 عايز 2 عايز 3. هتلاقيها موجودة في التعليقات، في التعليق المثبت. هتاخدها كوبي وفي الفيديو هقولك ازاي تغيرها عشان طريقة في الفيديو يعني. بس دي كان اساسيات الكروس هير وعشان تظبط السنس. اما لو عايز تشوف اساسيات الحركة وتخليك الزاوية، طبعا انا مش محترف، انا جاي اقول لك انا مفيش مني الفشخ اللي مفيش مني اتنين اللي علمك اللعبه، انا اللي هحط على الكل. لا انا معلش بس يعني ودمتم في سلام ودمتم لا عايزين برضو حاجه فروم زيرو تو هيرو، عايزين حاجه علاقه بالقناه. لو عندك اي افكار قولي بس وما تزعليش. يلا سلام.